فتاة فرنسية بالاغتصاب. توصلت قناتنا بقصة مثيرة من فتاة مغربية مقيمة بفرنسا تتهم المغني أحمد شوقي باستغلالها جنسيا، وأكدت معلومات تتوفر عليها قناتنا علاقة أحمد شوقي بالفتاة المغربية المقيمة بفرنسا، والتي صدمت على حد قولها بمعاملة أحمد شوقي حيث كانت تزوره في المغرب مرارا وتكرارا، وسبق وأقام بإحدى شقق تطوان، وكان على علاقة جنسية دامت لمدة 2 سنين. هذا وقد هددها مدير أعمال أحمد شوقي أكثر من مرة لأجل تخويفها. وزادت مصادرنا المقربة من الفتاة أن أحمد شوقي كان يستغلها بدعوى الحب والمشاكل الأسرية مع زوجته قبل أن يتخلى عنها ويطالبها بالرحيل، مستعينا بالمدير الفني الخاص به الذي دخل على الخط وهددها في حالة ما أرادت متابعته أو الخروج إلى الإعلام أو نشر أي صور توثق لعلاقتهما، فإنه سيلجأ إلى المافيا التي يحضر محافلها ويغني لهم بنواحي سبتة. كنتم مع قناة